السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب تانية ثانوي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الوحدة الجديدة في منهج الفيزياء. يلا بينا. الوحدة الثانية الموجات. أولا الحركة الاهتزازية. الدرس الأول هيتكلم عن الحركة الاهتزازية، والدرس الثاني هيتكلم عن الحركة الموجية. قبل ما نتكلم أولا عايزين نعرف أنواع الحركة. أنواع الحركة حركة انتقالية، ودي بتتميز بأن هي كلها نقطة بداية ونقطة نهاية، مثل الحركة مثلا في خط مستقيم أو حركة المقذوفات. النوعين دول من الحركة، خط مستقيم زي ده كده أو حركة المقذوفات، النوعين دول من الحركة بنسميهم حركة انتقالية. بعد كده الحركة الدورية، ودي حركة بتكرر نفسها على فترات زمنية متساوية، مثل الحركة الاهتزازية والحركة الموجية، وده موضوع دراستنا السنة دي أو الترم ده يعني. أولا الحركة الاهتزازية، أشهر مثال بيوضح لي الحركة الاهتزازية هو حركة البندول البسيط. بيكون ساكنا عند موضع الاتزان الأصلي اللي هو الموضع س، وعند طرقه يمينا أو يسارا بيبدأ يتحرك حول هذا الموضع ويكرر نفسه على فترات زمنية متساوية. خلي بالك، هنلاحظ ان رغم عودة حركة البندول لموضع السكون الا انها تدفع في الاتجاه المضاد بسبب القصور الذاتي. تعرف هذه الحركة بالحركة الاهتزازية. اذن الحركة الاهتزازية هي الحركة التي يصنعها الجسم على جانبي موضع سكونه الأصلي في اتجاهين متضادين وفي فترات زمنية متساوية. أمثلة الحركة الاهتزازية زي ما قلنا، أشهر مثال على الحركة الاهتزازية هو البندول البسيط. تاني حاجة الشوكة الرنانة والوتر المهتز وثقل معلق في ملف زنبركي. هذا الثقل عند شده للأسفل يتمدد، وعند تركه يظل متحركا ذهابا وإيابا على فترات زمنية متساوية وعلى جانبي موضع سكونه الأصلي. خصائص الحركة الاهتزازية: يتحرك الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه على فترات زمنية متساوية. ثاني واحدة، سرعة الجسم المهتز تكون أكبر ما يمكن أثناء مروره بموضع السكون، وبتقل السرعة تدريجيا أثناء مروره أو بالابتعاد عن موضع السكون الأصلي. يعني لو قلنا إن ده موضع السكون الأصلي، أثناء ما الجسم بيمر بهذا الموضع فبتكون لأعلى سرعة، ولكن كلما ابتعد سرعته بتتناقص. مفاهيم خاصة بالحركة الاهتزازية. هندرس مع بعض الإزاحة وسعة الاهتزازة والاهتزازة الكاملة، الزمن الدوري والتردد. مفاهيم حول الحركة الاهتزازية. أولا الإزاحة هي بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع سكونه، وهي كمية متجهة. سعة الاهتزاز، سعة الاهتزازة هي أقصى إزاحة بيصل ليها الجسم بعيدا عن موضع السكون، وبتكون سرعة الجسم عند أقصى إزاحة بتكون سرعة الجسم أعلى ما يمكن. علشان كده ممكن نعرف سعة الاهتزازة تعريف إضافي ونقول هي المسافة بين نقطتين. سعة الاهتزازة هي المسافة بين نقطتين تكون سرعة الجسم عند إحداهما أقل ما يمكن أو صفر، وتكون سرعة الجسم عند النقطة الأخرى أعلى ما يمكن. يعني أنا أقصد أبعد نقطة عن موضع السكون الأصلي. سعة الاهتزازة ممكن نعرفها إن هي نصف المسافة بين أبعد نقطتين، لأن أبعد نقطتين دول بينهم إزاحة تقدر بسعتين من الاهتزاز. فأبعد أو نصف المسافة بين أبعد نقطتين يصل إليهما الجسم المهتز هي سعة الاهتزاز. بعد كده هننتقل إلى مفهوم جديد وهو الاهتزازة الكاملة. هي الحركة التي يعملها الجسم
المهتز في الفترة الزمنية التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد. يعني الجسم بدأ بهذه النقطة التي هي على الخط أو نقطة الموضع الأصلي، فمر بها صعودا ثم مر بها هبوطا. هل صنع اهتزازة كاملة؟ لا. ليه لا؟ لأنه مر بنقطة واحدة مرتين في اتجاه واحد؟ لا، دول في اتجاهين مختلفين، هنا كان صعود وهنا هبوط. يبقى كمل لحد ما يمر بها مرة كمان صعودا. أيوه، ستوب هنا كده. هل في هذه الحالة مر الجسم بنقطة مرتين في اتجاه واحد؟ أيوه حصل. طيب كلام جميل. طيب لما حصل اهتزازة كاملة كان الجسم صنع كام سعة اهتزازة؟ والله هذه سعة واحدة، ودي كمان واحدة، ادي كده 2، ودي واحدة 3، ثم الرابعة 4 ساعات للاهتزاز. علشان كده احنا بنقول انه تتضمن الاهتزاز الكاملة 4 ازاحات متتالية يسمى كلا منها سعة اهتزازة. المسافة المقطوعة خلال اهتزازة كاملة بتساوي 4 في مقدار سعة الاهتزاز. إذا ليه قانون ثابت أقدر أتعامل بيه أن الاهتزازة الكاملة بتساوي 4 في سعة الاهتزاز، ويرمز خلي بالك لسعة الاهتزاز بالرمز A، فنقدر نقول 4 ضرب ال A هي الاهتزازة الكاملة، وسعة الاهتزازة هي ربع اهتزازة كاملة أو 1/4 من الاهتزازة الكاملة. خلينا نبص هنا على الرسمة الموضحة بالشكل قدامنا. سعة الاهتزاز المسافة من موضع السكون الأصلي إلى أبعد نقطة، دي اسمها سعة اهتزاز. كده 1، يكمل 2، يرجع تاني 3، يكمل 4 ساعات، يبقى اهتزازة كاملة 1. المفهوم الرقم، احنا خدنا الإزاحة وسعة الاهتزازة والإزازة الكاملة، 3 مفاهيم. مفهوم رقم 4، الزمن الدوري هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة. يمكن حسابه من خلال القانون الآتي: إن الزمن الدوري بيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات T تساوي T سمول على N. مين T كابيتال ده هو الزمن الدوري، وهو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة. مين T هو الزمن بالثانية، وهو أي زمن، سواء زمن اهتزازة كاملة أو زمن نصف اهتزازة أو زمن 3 اهتزازات أو أكتر عادي. إن هو عدد الاهتزازات الكاملة، كاملة بس لا، هو عدد الاهتزازات فقط. يعني إيه؟ يعني ممكن أحط مكان إن ده نص اهتزاز، ربع اهتزاز، 3 اهتزازات ونص، كلام كله يمشي وكلام صحيح. الزمن الدوري وحدات قياسه ثانية أو هرتز أس -1. هنعرف دي جت منين بس لما ندرس التردد دلوقتي. الزمن الدوري هو زمن الاهتزازة الكاملة، يعني هو 4 في حاصل ضرب 4 في زمن سعة الاهتزازة. يعني كده نقدر نقول إن زمن سعة الاهتزازة الواحدة هو الزمن الدوري كله على 4. طيب ماشي، خلينا نشوف المفهوم اللي بعد كده. الزمن الدوري بيتوقف على طول الخيط وعجلة الجاذبية. طول الخيط المشدود ده كده وعجلة جاذبية الأرض، دي الحاجات اللي بيتوقف عليها الزمن الدوري، ولا يتوقف على كل من كتلة الجسم وسعة الاهتزاز. يعني هيجي دلوقتي معانا في المسائل هيقول لك زادت سعة الاهتزازة، تضاعفت سعة الاهتزازة، قلت سعة الاهتزازة، تغيرت كتلة الجسم، زادت كتلة البندول. كل ده لا يؤثر في الزمن الدوري، فقط من يؤثر في الزمن الدوري هو طول الخيط وعجلة الجاذبية. أي أن الزمن الدوري لا يتغير عند زيادة أو نقص الكتلة المعلقة أو سعة الاهتزازة الكاملة. ملاحظات: بتتحرك كرة البندول بعجلة موجبة عند الانتقال من الموضع 3 إلى 1. ليه عجلة موجبة؟ لأن هنا السرعة بتزيد. ومن 1 ل 3 بعجلة سالبة. ليه عجلة سالبة؟ لأن السرعة تتناقص.
السرعة في الفترة بين 2 و3 أقل من السرعة في الفترة بين 1 و2. فين الفترة 2 و3؟ هنا سرعة أقل يبقى زمن دوري أكتر، هنا سرعة أكتر يبقى زمن دوري أقل. كلام جميل. التردد ده المفهوم الأخير حول الحركة الاهتزازية. التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة التي يصنعها الجسم المهتز في الثانية الواحدة، ويمكن حسابه من خلال القانون إن التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية. التردد بنرمز له بالرمز ميو يساوي ان على تي، يعني ده كده التردد وده كده عدد الاهتزازات واخيرا الزمن بالثانية. الراجل اللي مركز معايا وعنده قوة ملاحظة هيجد ان كنا بنقول ان الزمن الدوري بيساوي تي على ان، في حين ان احنا قلنا ان التردد بيساوي ان على تي. هناك علاقة وهي علاقة عكسية، مقلوب. الزمن هو مقلوب التردد. هنشوف دلوقتي ان من وحدات قياس التردد هي هرتز، ذبذبة لكل ثانية، دورة لكل ثانية، اهتزازة لكل ثانية، او ثانية أس سالب 1. كل دي من وحدات قياس التردد. العلاقة بين التردد والزمن الدوري: تردد الجسم المهتز يساوي المعكوس الضربي للزمن الدوري. علشان كده نقدر نقول ان تردد الجسم هو المقلوب للزمن الدوري، فالميو هو 1 على تي. من هنا جت ان وحدة قياس الزمن ثانية، بينما وحدة قياس التردد هرتز. وبما ان ده مقلوب ده، يعني وحدة دي تنفع لكن بالمقلوب، يبقى وحدة قياس الزمن هرتز أس سالب 1 أو 1 على هرتز يعني. وحدة قياس التردد هي ثانية أس سالب 1 أو 1 على ثانية يعني تمشي. يتناسب التردد عكسيا مع الزمن الدوري، فبترسم العلاقة ما بين التردد و1 على تي بالشكل ده، أو ما بين التردد والزمن الدوري اللي هو تي علاقة عكسية. فالرسمتين صحيحتين، لكن الاختلاف إن هنا رسمت مع مقلوب الزمن وهنا رسمت مع الزمن نفسه. إذا حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري بيساوي 1 صحيح. خلي بالك من الملحوظة دي مهمة جدا. حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوي 1 الصحيح. ليه يا مستر؟ ليه حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوي 1 صحيح؟ لأن كل منهما مقلوب الآخر. لأن كل منهما مقلوب الآخر. تجربة لتوضيح الحركة التوافقية البسيطة. ضع ثقل فوق سطح أفقي أملس وثبت أحد طرفيه اللي هو الملف الزنبركي وطرفه الآخر مثبت في الحائط. هنا ملف زنبركي مسك الثقل وهنا في الحائط. هنشد الملف الزنبركي أو نضغط عليه جامد ونسيبه، هيبدأ يحصل جذب وشد في الملف الزنبركي. عند ترك الثقل يعود إلى وضع الاتزان. لما شدينا بعد، ولما سبناه رجع تاني لموضع الاتزان، ثم يتمدد مرة أخرى وينضغط مرة ثانية، فيظل هذا الثقل متحركا ذهابا وإيابا ويكرر نفسه على فترات زمنية متساوية. هو ده الحركة الاهتزازية، هو ده تعريف الحركة الاهتزازية. كلام جميل. إذن الحركة التوافقية البسيطة هي الحركة الاهتزازية في أبسط صورها، لأن أنت ممكن يجي لك سؤال يقول لك أبسط أنواع أو أبسط صور الحركة التوافقية البسيطة هي الحركة الاهتزازية، مثل حركة الأرجوحة، بندول بسيط، ملف زنبركي، ويمكن تمثيلها بيانيا بمنحنى جيبي يعمل زاوية كده. هو ده المنحنى الجيبي. الحركة التوافقية البسيطة خلي بالك بينتج عنها منحنى جيبي. بعد ربع الزمن الدوري بيكون وصل للقيمة العظمى لسعة الاهتزاز أو للإزاحة يعني، وبعد كده بعد نص دورة بيصل تاني لموضع السكون الأصلي،
ثم يكرر الدورة في النصف الثاني من الدورة إلى أن يتم زمن دوري كامل بعد 4 ساعات للاهتزاز. لاحظ ان في الحركة التوافقية البسيطة يكون اتجاه العجلة عكس اتجاه الحركة، لان هو دلوقتي بيتحرك في هذا الاتجاه، العجلة بتريد ان تجذبه مرة اخرى للموضع الاصلي عشان تستمر حركة التوافقية البسيطة. بكده يا اولاد هنكونوا خلصنا الدرس بتاع الحركة الاهتزازية. هنتقابل في فيديو حل التدريبات وبعده الواجب بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.